السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كلام في كورة مع أحمد أسامة. مش عايزين ننسى اللايك والسبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. طبعا عايزين نتكلم بقى في انتخابات نادي الزمالك والأحداث الأخيرة اللي حصلت في نادي الزمالك. طبعا عشان نبقى متفقين وعايزين نعرف ايه القصة والدنيا هتبقى ماشية ازاي. والله هو لغاية دلوقتي في كذا حد بيتقال ان هو ناوي يرشح نفسه، بس زي ما بيقولوا يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. دلوقتي عشان نبقى متفقين ان لغاية دلوقتي الانتخابات هتتفتح يوم 4 سبتمبر واخر ميعاد هتبقى يوم 10 سبتمبر. اذا في يوم 10 ان شاء الله باذن الله كلنا هنعرف مين اللي اندخل ومين اللي هيبدا حمله الدعايه بتاعته. خلينا متفقين ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله يوم 20 اكتوبر سوف يتولى الرئيس الجديد بمجلس ادارته منصبه لمده 4 سنوات. لمده 4 سنوات من 2023 لغايه 2027. اتمنى بقى ان فترة او عهد عباس منصور تكون انتهت. نهاية عهد عباس منصور يكون خلاص انتهت، لان بجد يعني احنا تعبنا. لها ما لها وعليها ما عليها اكتر. احنا في الفترة دي اللي هي من فترة 2005 لغاية 2000 يعتبر 2023، يعني احنا بنتكلم في حوالي داخلين في 18 سنة. 18 سنة خناقات عباس، ممدوح عباس ومرتضى منصور، ممدوح عباس ومرتضى منصور. مفيش بيجي في النص إلا بعض اللجان، وبعض اللجان اللي نجحت زي حسين لبيب. مبدئيا أنا مش مع حد، يعني أنا شخصيا أنا ولا مع حد ولا ضد حد لغاية لما أسمع برامج كل واحد. البرنامج اللي هيتعمل سنة بسنة، أنا السنة الأولى هعمل كذا، السنة الجاية هعمل كذا، السنة التالتة هعمل كذا، السنة الرابعة هعمل كذا. ده اسمع برنامج كل واحد، وممكن اقول للناس مين اللي يتوجه او مين الافضل لاعضاء الجمعيه العموميه الكرام اللي ينتخبوه. وارجوكوا انتوا شايلين اعضاء الجمعيه العموميه، رساله ليكوا، انتوا شايلين حلم ملايين، حلم بالاستقرار، حلم مجلس اداره محترم ما بيغلطش في حد، ما بيسيئش لحد، وفي نفس الوقت مجلس اداره قوي. اتمنى ان الجمعيه العموميه تختار الانسب وتختار القائمه الواحده. عايزين نتعلم من كل الاخطاء اللي فاتت. مش عايزين نقول ان خلاص لا احنا نختار جزء من القائمه دي، مش هتبقى فيه تجانس، مش هيبقى فيه تجانس يا جماعه. الله يرضى عليكم. اتمنى بقى يعني نفوق شويه، نفوق. اللجنه اللي موجوده دي كمان هي لجنه تسيير اعمال، لجنه تسيير اعمال اللي هي عماد البناني. ده هيقوم بصرف النظر بقى اهلاوي زملكاوي ايا كان ايه، هو بيسير اعماله، هيسلم النادي للمنتخب. هو مش هيعمل حاجه، هو بيمشي الدنيا. ايه اللي محتاج النهارده؟ محتاج كذا، اتفضل. انه محتاج، هيمشي اليوم بيومه. يعني زي كده فيلم محمد هنيدي يقول لك بوش معاه اليوم، زق معاه اليوم. هو ده اللي هيبقى شعار الاستاذ عماد البناني. فهنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي الايام اللي جايه. طبعا في ناس تانية بتقول طب هو اللواء حسن موسى ليه؟ والله هو بعض الاشاعات بتقول ان اللواء حسن موسى كان يعني عايز يعني يشوه صورة جهة معينة ويلمع صورة جهة معينة، فقال لك لا خلاص هيتشال ويجي حد تاني. طبعا كنت اتمنى يعني الموضوع يبقى افضل من كده واحسن من كده، لكن يمكن هو الوزير لما سمع حاجة زي كده قال لك لا انا هجيب حد من بره النادي خالص، هو ده اللي يبقى على الحياد، ولا مع ده ولا ضد ده. عشان كده ناس كتير قالت ازاي عماد البناني يمسك، وازاي واحد اهلاوي يمسك، وازاي. بصرف النظر عن انتمائه يا جماعه، هو جايب واحد من بره النادي، يبقى ولا مع ده ولا مع ده، ولا ليه مصلحه مع ده ولا مع ده. انا مش بدافع عن الوزير، انا بقول لكم ايه هي وجهه النظر اللي سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي قال انا ده سبب اختياره للاستاذ عماد البناني. وكان رئيس حاجه اسمها الرياضه للجميع. انا ما اعرفش ايه هي الرياضه للجميع دي بصراحه، انا عارف مهرجان القراءه للجميع، لكن الرياضه للجميع ده انا ما اعرفوش بصراحه. فهنشوف ايه هو ال الايام اللي جايه. والقوائم بدات تنزل، في قائمه استاذ حسين لبيب بدات تظهر،
مع الاتربي نائب رئيس، وهو رئيس بنك مصر، وفي العتال هينزل. واتمنى العتال، بس لما ينزل انا منتظر اشوف الاستاذ العظيم، يعني اسطورة ما وراء البحار، الاستاذ ابو المعاطي زكي. هل برضه هيبقى ضد الزمالك، ولا هيبقى بقى مع الزمالك لما ينزل الاستاذ العتال؟ فاتمنى. على فكرة انا استاذ ابو المعاطي زكي، انا ولا يعني يكون ليه كل الاحترام، وملوش اي حاجة، بس عشان انا دايما شايف انه واخد موقف من نادي الزمالك على طول، وده لمصلحة الاهلي. فكان دايما العتال دايما هو معاه وبيحبه. بنشوف بقى لما ينزل هيبقى برضه معاه، ولا هيبان بقى ساعتها. وعشان نبقى عارفين طبعا ان العتال هو لما يجي ينزل، هو ينزل على يمين الصندوق، غير كده هو مش هينزل. لان استاذ العتال هو كل تفكيره دلوقتي ان هو عايز ينزل في انتخابات مجلس الشعب اللي هتتعمل السنة الجاية ان شاء الله. السنة الجاية هيبقى فيه انتخابات مجلس شعب، السنة الجاية هيبقى فيه انتخابات رئاسية، فهيبقى مليانة انتخابات السنة الجاية كلها. أتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك، ويختار الرئيس الأفضل، والأعضاء الجمعية العمومية لازم تختار، ولازم الرئيس اللي جاي يختار، وهو اللي هيعمل. لازم 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 يبقى ليه برنامج واضح وقائمة كاملة، ما يسيبش فراغات، ما يسيبش صدف أي حد يجيلي من أي قائمة تانية. لا، لازم تسد كل القائمة بتاعتك. وأهم من كل ده كله، رؤيتك إيه لفرع 6 أكتوبر؟ فرع 6 اكتوبر اللي هيدير عليك فيما بعد بالدخل، اللي هيبقى فيه استاد. دي حاجة مهمة جدا 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 تهم كل الزملكاوية، سواء أعضاء جمعية عمومية أو جمهوره اللي بالملايين وبالمليارات في الوطن العربي. فأتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وإن شاء الله بإذن الله. للتذكرة بس، إن يوم 16 إن شاء الله، يوم السبت 16/9 الساعة 4 العصر، هو في تنزانيا في ملعب دار السلام اللي بيلعب عليه سيمبا وبيلعب عليه يانج افريكانز. أول ماتش للزمالك مع أرتا سولار الجيبوتي في افتتاح دور 32 من الكونفدرالية، اللي لا محالة إن الزمالك يكسبها إن شاء الله. ده الامل الوحيد، ان انت كزمالك تستعيد نفسك. انت في 2019 اول لما خدت كونفدرالية، بعدها على طول خدت السوبر الافريقي، بعدها وصلت لنهائي افريقيا اللي انت لغاية النهاردة مش عارف تكسر حاجز دور المجموعات من ساعتها، في 2021 و2022 و2023 كل شوية تطلع من دور المجموعات. فأتمنى إن احنا نكون جيل ونكون لعيبة قادرة تدافع عن التيشيرت، وقادرة تدافع عن كيان نادي الزمالك. وماتش العودة إن شاء الله بعدها بأسبوع هيبقى يوم هيبقى أعتقد يوم 22 أو 23، بعدها بأسبوع على طول إن شاء الله. عشان برضو يبقى الكل عارف، هي كل ماتشات الكونفدرالية اللي هيبقى فيها برضو فيوتشر مع الزمالك بتتلعب يوم حد. كل ماتشات الكونفدرالية بتتلعب يوم حد، اللي هي تبقى ابتداء من دور المجموعات. اما دوري ابطال افريقيا اللي هو في بيراميدز اقوى سكواد، خليكم فاكرين اقوى سكواد في افريقيا بيراميدز، اقوى سكواد افريقيا، هيلعب هو والاهلي يوم السبت او الجمعه. لكن الكونفدراليه بتتلعب يوم الاحد. زي كده في دوري ابطال اوروبا بيلعبوا يوم 3 و4 دوري ابطال، ويوم الخميس بيلعب بقى الكونفرنس ليج واليوروبا ليج، ده بيلعبوا يوم الخميس. مستني منكم كل الدعم، وبشكركم على دعمكم ليا وعلى كلامكم ليا، لكلكم اخواتي وعلى راسي من فوق. فأتمنى منكم اللايك وسبسكرايب والشير عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. وشكرا ليكم، وشكرا لدعمكم، وشكرا كلامكم الجميل ليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.